السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير من آخر فيديو كنا مع بعضينا وآخر وصفة. رب تكونوا جربتوها وتكون عجبتكم. ان شاء الله كده فيديو النهاردة كان مقتطفات كده من كذا يوم كده في المصيف، ولكن انا نسيت خالص احطها في الفيديوهات او انزلها فيديو منفصل كده. زي ما احنا شايفين اليوم دوت احنا كنا حوالي الساعة 3 بالليل الفجر. بنتي طبعا قامت كده قالت تعالي نتمشى بالليل. طبعا مشويات بقى وحاجات حلوة تحت كده، قلت لها تعالي نجرب كده. كانوا بيفرقوا منيو كده واحنا ماشيين في الشارع، قلنا يلا نجرب. رحنا طلبنا بقى ايه نص فرخة كده مشوية زي ما انتوا شايفين، ومعها رز بسمتي وبطاطس محمرة وطبق سلطة وخضرة وطبق طحينة ورغيفين عيش شامي كده. وده كان عامل حوالي 120 جنيه 130 جنيه بالخدمة. برا الخدمة بحوالي ب108 حاجة زي كده. بعد كده طلعنا، طبعا لازم لا غنى عن الشاي بلبن يا جماعة في المصيف. في اي حتة الشاي بلبن. طبعا عملنا لنا كده 3 كوبايات شاي بلبن. وهنا بقى لما رجعنا البيت كنا جايبين مولتون كيك، وقلنا نشاركه برضو معاكم نحطه في الفيديو هنا لان طبعا جميلة جدا. هعملها لكم ان شاء الله. الوصفة دي سهلة جدا. بره احنا بنجيبها بحوالي ب50 جنيه، بقت ب50 جنيه. احنا نعملها في البيت احسن بكتير من كده، يعني احنا بناخد افكار كده هوت ان شاء الله ونعملها في البيت. والفرخة المشوية دي برضو سهلة، هي بس سعرها الصراحة بره برضو مش غالي. هي كانت خدمة 20%، بس هي كانت تمنها 108 118 حاجة زي كده. نص الفرخة كان صدر وورك مع بعض، والصراحة كانت طعمها حلوة وتتبيلتها حلوة وواصلة لغاية العظم ما شاء الله. ومولتون كيك حلوة بس تقيلة يا جماعة، تقيلة يعني عايزة كوباية شاي سادة كده وانت بتاكليها تهضم معاكي، او بيبسي لازم. ان شاء الله هعملها لكم في فيديو منفصل.